وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اسفه جدا على الفتره اللي انا اتاخرت فيها، معلش والله انا كنت تعبانه شويه وما كنتش قادره انزل حاجه، حتى في المنتدى ما كنتش قادره اشارككم باي حاجه، ولكن اعذروني. انا دلوقتي جايه ب40 اسم، هحاول ان انا انزل اسماء اكتر يعني الفتره الجايه، علشان الفتره اللي انا انقطعت فيها، وان شاء الله الفتره الجايه اكون معاكم دايما باذن الله. هنبتدي دلوقتي بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وأول حساب معايا حساب سونا بتقول: هل فلان عنده علاقة أخرى؟ حبيبتي، أولا مفيش طلاق ما بينك انتي وجوزك، تمام؟ وهو يعني في صداقات على الفيسبوك، يعني صداقات عادية مش عاطفية، لا، هي صداقة عادية ما بين شباب، ما بين أولاد، عادي، مفيش أي مشاكل. ولكن غيرتك الزايدة عليه ممكن تعمل مشاكل، والمشاكل دي مسببالك شك في بالك ان هو عنده علاقة تانية. لا، هو ما عندوش اي علاقة عاطفية. حساب نور علي عايزة خيرة لأخوها. هو مجرد تعبان نفسيا، يعني مفيش تلبس ولا سحر ولا اي حاجة، قلة الاكل بتاعته، في تعب نفسي عليه، ضغط نفسي، في حاجة مضايقاه هي اللي تعبان نفسيا. حاولوا ان انتوا تهتموا بيه، خليكوا دايما حواليه، غيروا روتين حياته، ده هيحسن من نفسيته اكتر. ويا رب دايما يكون بخير ويطمنكم عليه يا رب. حساب نونا عن الاسم. مفيش يا حبيبتي زواج ما بينك انتي وهو، الشخص ده مش هو اسمتك في الزواج. حساب ليا عن الرجوع، مفيش رجوع. حساب نور عن الزواج، مفيش زواج ما بينكم، اهلك هيرفضوا الزواج منه، الشخص اللي انت كتبتي اسمه في التعليق. حساب آية طائية جوارية وافتخر عن الزواج، في زواج ما بينك انت والشخص ده لان هو بيحبك. حساب كيكي مكتوب بالانجليش عن الاسم، في اسم الزواج ما بينكم ولكن لسه بدري على الزواج، يعني مش السنة دي، احتمال يكون السنة الجاية في اواخرها او اللي بعدها. حساب زيزو سامي مكتوب بالانجليش عن الاسم، لسه بدري على زواجك وخطوبتك مش السنة دي، او مفيش عندك سبب للتأخير، ربنا زي ما مقدر هيحصل، ولكن لسه بدري شوية، مفيش اي سبب يعني التأخير. حساب توتي ابو كفشة عن الرجوع، في رجوع قريب ما بينك انت وهي بإذن الله، مفيش انفصال، يعني في رجوع. حساب سالي الجورية بتقول: اتقدم لي شخص لخطبتي، هل هتتم؟ لا يا حبيبتي مش هتتم، لان الشخص ده مش من اسمتك في الزواج. حساب همس الحنين عن الاسم، مفيش اسم ليكي السنة دي، ومفيش عندك سبب لتأخير الزواج، والشخص اللي انتي كتبتي اسمه في التعليق مش من اسمتك في الزواج، اسمتك هتكون من حد تاني غيره. حساب كوكا كوكا عبد الكريم مكتوب بالانجليش عن الرجوع، مفيش رجوع ما بينكم، الشخص ده مش من اسمتك في الزواج. حساب املي بالله عن الاسم، هي اسمتك متأخرة بسبب ان في تلبس عندك، في لبس قديم. هتكتبي صورة البروج في ورقة وهتخليها في مية وهتشربي منها لمدة 14 يوم. الايام اللي هتشربي فيها تكون ورا بعضها، يعني ما تعمليش يعني اشرب النهارده وبكره لا مش هشرب، لا، الايام تكون ورا بعضها، النهارده وبكره وبعده كل يوم لمده 14 يوم، وربنا يسهلك امورك بعدها باذن الله. اسمتك هتكون من شخص غريب مش من العيله. حساب ميم هو حرف واحد. صاحب الحساب ده بتقول: هل فلان هيخطبني؟ ايوه هو هيخطبك، لان هو من اسمتك في الزواج، ولكن مش هتاخدي اي خطوة في الزواج انتي وهو او الخطوبة غير السنة الجاية، مش السنة دي، السنة دي مش هيحصل اي حاجة في الزواج ولا خطوبة. حساب غزلان مكتوب الانجليش بتقول: تعبانة ومش عارفة السبب. حبيبتي، هو في مس عندك تلبس، يعني هو اللي تعبك نفسيا وجسديا. اكتبي صورة البروج في ورقة وخليها في مية واشربي منها لمدة اسبوعين، 14 يوم يعني، وان شاء الله هتبقي كويسة والتعب اللي عندك هيروح. حساب
اكرم رسام بيقول امتى هينباع بيت امي. هو احتمال يكون البيع السنة الجاية ان شاء الله، يعني مش السنة دي. حساب الوردة الجورية عن الاسم، مفيش زواج ما بينك انتي والشخص ده. حساب صوفي ميرال مكتوب بالانجليش عن الاسم، مفيش اسم بينكم. حساب نجو كيوت عن الزواج، الشخص ده هو من اسمتك في الزواج. حساب الدايحة عن الرجوع، في رجوع بس الرجوع هيطول شوية، مش هيكون قريب، يعني ممكن يستمر 6 شهور، ممكن اكتر ممكن اقل، ولكن مش اليومين دول يعني. حساب كوريا لافر مكتوب بالانجليش عن الاسم، مفيش زواج ما بينكم بسبب ان في سحر تفريق. يعني كل ما تبقوا كويسين مع بعض يحصل مشاكل، المشاكل دي بسبب السحر، دايما بيتجدد، يعني بتعمل لكم سحر عشان تفترقوا من بعض وما تكونوش لبعض. بس الشخص ده هو ما عندوش اي علاقة بحد تاني، يعني ملوش علاقات تاني، هو السبب المشاكل والحاجات اللي بتحصل لكم سحر. حساب رفل احمد عن الرجوع، مفيش رجوع ما بينكم. حساب حسن فالح عن الدراسة والاسم، في نجاح في الدراسة بإذن الله السنة دي، بس الزواج مفيش سبب لتأخيره، وهو في أي وقت هتجيلك اسمتك، لأن زي ما قلتلك مفيش لا سحر ولا تلبس ولا أي حاجة تأخر الزواج. حساب عبوسي علاء بتقول ايه هي سبب العقوسات والمشاكل اللي في حياتها هي وجوزها. سبب المشاكل والحاجات اللي بتحصل لكم، او مثلا بتبقوا ناويين ان انتوا تجيبوا حاجه وفجاه تلاقي الحاجه يعني ما حصلتش، او اتلغت، او ما لقيتوهاش، او ما قدرتوش تدبروا ثمنها، او حاجه زي كده يعني في حياتكم، فده سببه السحر. السحر ده هو اللي عامل عقوسات كتير في حياتكم. محدش حابب ان انتوا تكونوا فرحانين، محدش حابب ان انتوا يكون عندكم كل حاجة، محدش حابب ان انتوا تكونوا كويسين في حياتكم. اي حاجة يحصل عليها اي مشكلة، هتكتبي صورة الزلزلة وهتخليها في مية، واي حد انتوا او جوزك او انتوا الاتنين اشربوا منها لمدة 10 ايام. تاني حاجة ان انتوا هتشغلوا المعوذتين دايما في البيت، ولازم ترش ملح على عتبة البيت. سؤالك التاني بصراحة انا ما فهمتهوش، ياريت ان انتي توضحيه المرة الجاية بإذن الله. اما سؤالك التالت عن فلان هيطلق زوجته التانية ولا لأ، لا هو مش هيطلقها، هيفضل معاها. حساب وحيدة كالقمر عن الرجوع، في رجوع قريب يا حبيبتي بإذن الله. حساب فاتي زورة مكتوب الانجليش بتقول هل فلان هيكون ليه زواج اخر من بعد طليقته، يعني هو طلق وعايزة تعرف اذا كان هو هيتجوز تاني بعد الطلاق ولا لأ. نعم يا حبيبتي، هيتجوز، يعني هو طلقك هيتجوز واحدة غيرك. فانا جاوبت كتير في التعليقات، ولكن انت بتقولي يعني مجرد حتى التعليق المفروض يكون وصلك، وانت يعني برضو بتعيدي نفس السؤال، فانا بقولك ايوه هيتجوز تاني. حساب زهراء عن الاسم، مفيش زواج ما بينك انت وهو، لان اهلك هيرفضوا الزواج من الشخص ده. حساب فردوس جاسم بيقول ايه هو المعدل الدراسي. المعدل الدراسي هيكون فوق المتوسط، هيكون مرضي ليكي يعني. حساب هالة كريم عن الاسم، في زواج ما بينك انتي وهو. حساب توتة عن الزواج، في زواج ما بينكم بس لسه بدري عليه، مش السنة دي، احتمال السنة، يعني في اول السنة اللي بعد الجاية، يا اما اخر السنة اللي جاية، يعني هيطول شوية يعني. حساب روشة عن الرجوع، مفيش رجوع ما بينكم. حساب فوفا محمود عن الزواج، مفيش زواج ما بينكم، الشخص ده مش اسمتك في الزواج. حساب وردة الصحراء عن الاسم، مفيش عندك سبب لتأخير اسمتك يا حبيبتي هتجيلك في اي وقت، وزواجك هيكون من شخص من اقاربك من العيلة يعني. حساب سير ان مكتوب الانجليش هل هيحصل ارتباط بينا؟ نعم يا حبيبتي، هيكون في ارتباط خطوبة يعني، لان الشخص ده بيحبك، هو من اسمتك في الزواج، ولكن
الخطوبة لسه وقت عليها، يعني حياتكم هتبتدي واحدة واحدة بالتدريج، مش الامور مش هتتم بسرعة، هتتم يعني واحدة واحدة. بعد فترة هتبقى في خطوبة، بعد سنة او سنة ونص هيبقى في جواز، فالحاجات مش هتبقى بسرعة يعني. حساب بنت كربلاء عن الزواج. مفيش عندك سبب لتأخير زواجك، زواجك هيجيك في اي وقت يعني. حساب سأبقى انتظرك وان طال الزمان عن الزواج. مفيش زواج ما بينك انتي والشخص ده، الشخص ده مش بيحبك. حساب عطر الزهر. هل فلان هيخطبني؟ لا، هو مش من اسمتك في الزواج، فمفيش خطوبة ما بينكم. حساب زوزو الموسوي مكتوب بالانجليش. من مين هتكون اسمتي؟ انا مضطره ان انا اقول الاسم اللي هيكون من اسمتك، لان انت رسلتي اسمين اشخاص. اسمتك يا حبيبتي هتكون من الشخص اللي اسمه قرار، هو ده اسمتك في الجواز، وان شاء الله تكوني سعيده معاه باذن الله. حساب املي بالله كبير. هل فلان بيحبني بصدق؟ هو مفيش زواج ما بينك انت وهو، الشخص ده مش بيحبك يعني بتلاعب بيكي. حساب سجا مكتوب بالانجليش عن الزواج. مفيش زواج ما بينكم، ولو جه اتقدم لك اهلك هيرفضوه، هما مش عايزينه يعني. لو جيت اقدم لك زي ما قلت لك، اهلك هيرفضوا الزواج ما خالص منه يعني، هيجوزوكي لحد تاني. ده كان اخر اسم معايا دلوقتي. ان شاء الله الفتره الجايه هنزل اسماء اكتر، لان الفتره اللي اتاخرت فيها هعوضكم بيها باذن الله المره الجايه في الفيديو الجاي. واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.